السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة. الحقيقة الفيديو ده يعني أنا بنقل تجربة الأونر 10 لايت. صراحة حسيت إن هو مش محتاج أعمل مراجعة قوي، لأن اتعمل مراجعة دي كتير قوي، فقلت أجرب الجهاز وأنقل لكم تجربتي مع استخدام الجهاز لفترة مش كبيرة، بس جربت الجهاز فيها فترة تخليني أقدر أديكم نتيجة الجهاز. هي بصراحة عشان نختصر، اونر ابتدت تحذو حذو او تمشي، بلاش الكلام الكبير بتاع تحذو حذو ده، ابتدت تمشي او تاخد اتجاه بقية الشركات. ادي تليفونات ادي تليفونات عشان تقدر تكون في كل الفئات السعرية. فهي عاملة تليفون انا مش شايفه جديد، ما هي الا انها قللت في ماتيريال او الخامات بتاعت الجهاز، وابتدت تبيعه. قللت رامة، واحد رام، فقللت في الاعتاد الداخلي بتاع الجهاز واحد رام، وقللت في الخامة الخارجية بتاعة الجهاز ونزلته السوق ويلا بيع، علشان تلعب في الفئة السعرية بتاعة 3700 جنيه. فتبقى موجودة بدل ما هي كانت بالاونر 8 اكس موجودة ب 4400 او 4300 للنسخة ال 64 مع 4 رام، وفي الاونر 8 اكس في النسخة ال 4888 في ال 4 رام 128، وبالاونر بلاي. مش هنخش في التركيبات الكتيره، انما هدف الجهاز ده الوحيد ان انا اتواجد في الفئه السعريه اللي تحت ال 4000 بتاعه ال 3700 بمعالج اللي هو اللي احنا انكتب علينا معالج 710 الجديد ده، اللي هو هنقعد بيه طول السنه بقى ايه لحد ما ربنا يفرجها ان شاء الله. فكره الجهاز اختصارا، ده الجهاز اصغر. خلينا نقول حاجة افضل شوية، امتى تجيب الاونر 10 لايت وامتى ما تجيبش الاونر 10 لايت، ده الجديد. واقول لكم في اخر الفيديو انا اكتشفت ايه مع الاونر 10 لايت حلو، وتجربتي معاه كانت ازاي. تجيب الاونر 10 لايت لو حضرتك الجهاز ما بيقعش منك، ما بيتخبطش منك، لان خاماته مش حلوه خالص. الاونر 10 لايت خامات ضعيفه جدا عن ال 8 اكس. يعني خليني اقول لك ان ال 8 اكس جهاز تصميم زجاجي، تصميم شيك، تصميم محترم، فريم معدن، مديك شكل شيك جدا، مع بطاريه مقبوله 3750، مع شكل ظريف. هم غيروا لك بس اللي انا شايفه اتغير وبقى افضل في الاونر 10 لايت شكل النوتش، اليو نوتش اللي اتعمل ده. هو مش دروب نوتش حتى، هو يو نوتش. تمام، اتعمل نوتش على حرف يو، وشكل الجهاز من قدام افضل. لكن واقعيا مش هتلاقي في الشكل او في الخامات تفوق للاونر 10 لايت، لا التفوق في الاكيد للاونر 8 اكس. فلو انت عاوز خامه وشياكه هتروح للاونر 8 اكس. عاوز جهاز اصغر في مسكه الايد وافضل بالنسبه لك هتروح للاونر 10 لايت. فدي الحاله اللي تقدر تشتري فيها الاونر 10 لايت، انك تكون عاوز جهاز مسكته خفيفه، مسكته سهله في ايدك، مش حجم كبير 6.5 بوصه كبير قوي 6.5 بوصه. فانت عاوز جهاز 6 و2. على فكره في الاحجام دي الواحد من 10 في البوصه ده بيفرق، يعني بتحس في مسكه الجهاز بتحس بفرق فعلي يعني. فلو عاوز جهاز حجمه اقل شويه في الايد ومسكته في الحناءات الاطراف الخلفيه دي، هتحس بالمسكه اظرف في الاونر 10 لايت. ولو انت بتهتم بتصوير السيلفي فهو فعلا هيديك كاميرا سيلفي افضل. فيما عدا ذلك الاونر 8 اكس يتفوق بكل فئاته، والواي 9 هتفوق عليه بكل حاجه، الا لان هما الاثنين خامه تقريبا بولي كربونيت، مع ان الواي 9 ما كانش قوي قوي، لكن فعليا خامه الواي 9 احسن من الاونر 10 لايت. الواي 9 كجهاز في المجمل، كبطاريه 3750، كخامه، ككل حاجه هيديك اداء افضل من الاونر 10 لايت. لكن الاونر 10 لايت هيديك كاميرا اماميه كويسه وشكل النوتش افضل. فامتى تشتري؟ اختصارا بقى الفيديو كله، حضرتك انت كل الاجهزه واحد بالنسبه للواي 9 اونر 8 اكس بالفئتين بتوعه. اونر 10 لايت هو انت تشتري الاونر 10 لايت لو حضرتك سريعا كده عاوز شكل نوتش اقل اللي هو الواي نوتش، وعاوز كاميرا سيلفي افضل. اي حاجه تانية اتجه للجهازين التانيين، يعني حجم صغير واي نوتش كاميرا سيلفي افضل هتحتاج ده. لكن عاوز خامه افضل، بطاريه افضل، شكل انا شايفه في المجمل افضل، هتروح للاونر 8 اكس. عاوز خامه افضل وجهاز بيتحمل اكتر هتروح للواي 9. لكن علشان الثلاث حاجات دول هم دول اللي هيخلوك تروح للاونر 10 لايت. سيلفي
افضل، شكل من القدام بس افضل، حجم اصغر، تقدر تمسك الجهاز في ايدك بشكل مريح اكتر. فخليني اقول لك التجربه النهائيه اللي انا عاوز اوصلها لك. المعالج هو كويس، ومعالج مستخدم في كل اجهزه هواوي دي، او في كل اجهزه اونر وهواوي دي خلصانين منها. لكن الجهاز خامه مش حلوه بصراحه، الخامه بتاعت الجهاز مش حلوه. قللت لي الجهاز ل 3 جيجا رام ونزلتني تحت في ال 3700، دي على حسب احتياج حضرتك او على حسب انت عاوز ايه. ادتني كاميرا سيلفي كويسه، ادتني خامه مش كويسه خالص. فده راجع لك، انا اديتك التجربه الشكليه او التجربه الفعليه لاستخدام الجهاز، ودي حاجه هترجع لك بعد كده انت عاوز تجيب الجهاز ده ولا لا. بشكركم، يا رب ما اكونش طولت عليكم، وارجوكم تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك مني فيديوهات اول باول. ولو عندك اي استفسار سيبهولي في الكومنتات هنا او في الفيسبوك، وان شاء الله هرد على استفسارك. بشكركم واشوفكم في فيديوهات جايه ان شاء الله، وكان معاكم محمد النواوي.